لا من فريق العين لا فريق الهلال. هم الاثنين فرق كبيره. الحمد لله توفقنا اليوم في المباراه هذه. نبغى نشكر اللاعبين على القتاليه، صراحه اداء جميل يليق بنادي العين ويليق بالشعب الاماراتي وجمهور العين. ونتمنى ان شاء الله اننا نحافظ على تركيزنا الى هذا الا شوط خلصنا في العين. ما زالنا الشوط الثاني في الرياض. تكون مباراه صعبه. الهلال فريق قوي وان شاء الله احنا قد كما قلت صافي. نتكلم عن التركيز، لو نقدر نقول في اخر ربع ساعه فقد اليوم العين التركيز. اذا تشوف العين من بدايه الشوط الاول لين اخر الشوط الثاني كل لاعبين يركضون. اذا تشوف شويه تعب يعني حسينا به في اخر مباراه، بس الحمد لله نتيجه طيبه. هو ما كنا نبغي يتسجل عندنا اقوال، بس الحمد لله الهلال يعني فرق كبير لازم يسجل، والعين فرق كبير لازم. هي مباراه تكتيكيه وفي نفس الوقت تاع اللاعبين. نجح العين الحين اقول لك 90% نجح في المباراه او 99% نجح في المباراه، بس لازم نركز. نسبه تشوف وصولك لا نسبه 50-50 اشوفها، لان تشوف الفريقين احنا نحافظ على حدودنا ونروح هناك نقاتل، وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله نروح للنهائي. اشكر سفيان. نرجع لك مره ثانيه محمد، تفضل. شكرا فيصل. ايضا حديث عن المهاجم الهداف الذي قدم كل شيء في مباراه سوي سواء ربع النهائي وحتى في هذه المباراه، يعني يقدم نفسه بشكل مختلف، يراهن عليه يبقي مهاجم الرئيس مهاجم التسعه، وهو اصلا كان هذا المدرب يعني لاعب تسعه، يبقيه ويلعب ويعتمد على سفيان رحيمي في اللعب خلف دفاعات الخصوم في كل مره ينجح. رحيمي هو رحيمي حاليا اعتقد هو نجم البطوله، يعني الهداف تصدر 11 والاهداف الحاسمه في مباريات الحسم وامام فرق كبيره. لما تسجل هاتريك على الهلال مش سهل، لما تسجل على النصر في العين وتسجل على النصر في الرياض الموضوع مش سهل. لذلك رحيمي انا اعتقد اصبح هو اليوم اعتقد النجم الاول للبطوله الى الان حاليا، اصلا هو متصدر الهدافين. جيانا يعني سموها مثلا في التجارب اقول جينا سموها في الفتره الماضيه مع العين انه في لاعب احيانا الاعتماد عليه كبير، صحيح، نشيل الفريق. لا بكون فتره فترات شيء العين محليا كثير، يعني واحد الهداف يعني سنتين اتوقع او ثلاث. لكن رحيمي حساس. وقت العين صراحه مش في وضع فني جيد ترى، يعني لما انت تشيل الفريق تساعد فريقك وفريقك مش في وضع فني جيد، انا اعتقد يحسب جدا الموضوع صراحه. الرحيمي قدم صحيح. مستوى جيد، وهو اليوم تقريبا الان هو نجم البطوله، لانه في المراحل الاخيره كان حاضرا بهذه القوه. يتبقى له طبعا مباراه الاياب في الرياض. كابتن عمر، طبعا اليوم الحقيقه ان اللاعبين كانوا سيئين، ما هو ذنب خيسوس في كل هذا او كيف يتعامل مع كل هذا؟ هل التاخير فقط